ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة مش بس هي وصفة صحية جدا ولا سهلة وسريعة التحضير، هي كمان وصفة اقتصادية. احيانا كده كل اخر الشهر بنلاقي ان الميزانية بتخستع معانا شوية او شويتين، بنبقى محتاجين ان احنا نعمل وجبة غذائية متكاملة فيها كل العناصر اللي الجسم بيحتاجها، خاصة اذا عندك اطفال صغيرين، وفي نفس الوقت برضو تكون تكلفتها مش عالية علشان نقدر نكفي الشهر طبعا. فده اللي احنا هنعمله النهاردة. هنعمل طاجن خضار مشكل مع القوانص. عايزة اقول لكم ان الكمية اللي انا هعملها النهاردة دي هتكفي من 5 ل6 افراد. يعني هي فعلا وجبة جميلة جدا، سهلة وسريعة التحضير، ومفيدة واقتصادية جدا جدا. انا منى ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفيني، لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تعملي لايك، وكمان تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان تتابعيني في كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله أول بأول. يلا بينا نبدأ نشوف وصفتنا على طول، ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كان عندي هنا نص كيلو كبد وقوانص، بس أنا فصلت الكبد لوحدها علشان عندي عايزاها متشوحة، فهاخد بس القوانص منها. طبعا انتي يعني لو هتعملي بقى الكبد والقوانص النص كيلو كله على بعضه طبعا هيكون الموضوع أحسن كتير. اخدت القوانص غسلتها كويس جدا، وقطعتها قطع صغيرة كده متوسطة، وصفيتها كويس جدا جدا من المية علشان اقلل بقدر الامكان المية اللي هتنزل منها. حطيت بقى حلة على النار وفيها زبدة، استنيت لما سخنت كويس ونزلت بقطع القوانص، وبدون ما اقلبها هسيبها شوية كده تتشوح. ولما لونها يبيض زي ما احنا شايفين كده، هبدأ بقى اقلب القوانص. بعد كده هاخد بصلاية، هقطعها لمكعبات وهنزل بيها على القوانص تتشوح معاها. هقلب بقى القوانص مع البصل. النار اللي احنا بنشتغل عليها ما تكونش عالية قوي ولا تكون هادية قوي. عالية قوي يعني هتشيط لك الاكل وهتفقد كتير من طعمه. وطبعا لو واطية قوي هتلاقي كل الخضار اللي انت بتحطيه بينزل مية، واحنا مش عايزين الخضار ينزل مية، علشان يبقى متشوح كده في الزبدة وطعمه حلو. فالنار بتاعتك تكون متوسطة. حطيت هنا بقى جزر وبطاطس. دايما كده هنبدأ بالخضار اللي هو بيكون صلب او بياخد وقت في التسوية، نحطه الاول كده نشوحه شوية على النار مع البصلاية. وبعد كده دلوقتي هبدأ بقى اضيف الكوسة، غسلتها وعديت كده عليها بالمقوار بس تاخد شكل لطيف يعني. هنزل بيها بقى على الخضار اللي انا حطيته، البطاطس والجزر، وبرضو هشوحها كده معاهم. الخضار هنا تقدري بقى تضيفي كمان عليه بروكلي، فاصوليا، بسلة، ذرة حلوة، براحتك خالص. يعني زي ما قلتلك هو اولا واخيرا يعني طاجن خضار، تقدري تضيفي حاجة تشيلي حاجة انتي مش بتفضليها، يعني براحتك تماما. هنشوح كده الخضار مع البصل والقوانص في الزبدة. بعد كده هضيف بقى 3 فصوص توم مهروسين معاهم، فلفل حامي لو انتي بتحبيها سبايسي، وكمان فلفل رومي مقطعهم كده لمكعبات صغيرة، وهبدأ أضيفهم مع باقي الخضار. هديهم برضو كده تشويحة. أي حاجة بضيفها بفضل أشوح فيها شوية، وزي ما قلتلكم على نار متوسطة. انا مش عايزه اقول لكم بقى يعني على ريحه الخضار حتى بس كده، يعني مجرد ما شوحناه، احنا لسه ما عملناش حاجه يعتبر فيه ولا دخلناه فرن ولا اي حاجه، بس بجد ريحه الخضار حلوه جدا جدا. جبت هنا بقى طماطميتين يعني كبار كده شويه، بشرتهم بالمبشره عادي خالص، انا مش عايزاهم في الخلاط لان انا مش حابه الطاجن يكون مطبوخ كده وفيه صلصه.
انا حباه يكون يعني شبه السوتيه اكتر. فالطماطم هتخليه عامل زي الخضار المطبوخ. فمش هحط له ولا طماطم ولا صلصة. التوابل هنا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناعمة، ورشة من ورق اللورة والحبهان مطحونين، وكمان رشة من القرنفل، ورشة من القرفة والجنزبيل، وكمان من بهارات الفراخ، ومكعب من المرقة. برضو هقلب كل التوابل مع الخضار. لو انتي حابة تضربي الطماطم في الخلاط او تضيفي صلصة يعني اوكي براحتك. بس انا بشوف ان هي كده اخف اكتر واصح اكتر. عايزة اقول لكم يعني ان الطاجن ده مناسب جدا للناس اللي بتعمل دايت، يعني كله خضار. زي ما قلت لكم مفهوش بقى صلصة ولا تسبيكة ولا الكلام ده خالص، فهو حلو ليهم جدا جدا. هسيب الخضار كده حوالي بس 5 دقايق يتشوح على النار، والتشويحة دي هتخليه مستوي بنسبة 50%. هجيب بقى الطاجن بتاعي وهنزل فيه الخضار اللي احنا شوحناه. بص بقى شكل الخضار لما بيتشوح كده، الألوان بتاعته بتكون حلوة قوي وزاهية جدا جدا. بصوا ما شاء الله، يعني بجد طاجن يجنن، ريحة ولون وطعم وشكل، بجد حلو قوي قوي. زي ما قلتلك لو بتعملي دايت هيبقى ممتاز جدا جدا. هضيف حوالي ربع كوباية من المية، مش هكتر عن كده لان لسه كل الخضار اللي قدامنا ده هينزل ميته، البطاطس والجزر والكوسة كل ده هينزل ميته. فلو كترتي مية هتلاقي الطاجن بتاعك عايم قوي في المية بتاعته، فهو يدوب ربع كوباية حلو قوي قوي. هغطيه بالفويل وادخله في فرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. لما الخضار استوى شلت ورقة الفويل كده وخليته بس ياخد لون، يعني لون تحميرة بسيطة. انا مش عايزة وشه متحمر قوي علشان ما ينشفش مننا، انا عايزاه يفضل جوسي وحلو، فيدوب تحميرة بسيطة قوي زي ما احنا شايفين كده. طلعته بقى ويعني زي ما احنا شايفين كده بجد الطاجن شكله حلو جدا جدا. مش قادرة اقول لكم على الريحة. تقدري تستبدلي القوانص بكبد وقوانص مع بعض، او لو عندك بانيه، لو حتى ربع كيلو بانيه على فكرة انت ممكن تعملي الموضوع ده. الوصفة دي هتكون جميلة جدا وهتكفي زي ما قلتلك من 5 ل6 أفراد. يعني انت لو عملتي ربع كيلو بانيه عادي كده مع مكرونة أكيد مش هيكفي غير يدوب فردين بالعافية. فانت لو عملتيه ربع كيلو البانيه مع الوصفة دي، الموضوع بجد هيفرق كتير كتير، وهتبقى يعني وجبة حلوة ومشبعة في نفس الوقت. زي ما قلتلك مناسب جدا كمان للدايت. احنا مش حاطين فيه اي دهون، يعني دي سمنة بلدي صحية جدا جدا. القوانص كمان شلنا منها الدهون، يعني أكلة بجد صحية واقتصادية وجميلة جدا. لو الفيديو بتاع النهاردة عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس لو أول مرة بتشوفيني. أشكركم على المتابعة ونتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة. أشوفكم على خير.